بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وأحسن حال دايما يا رب كده. مشجعيني بكومنتاتكم الحلوة ولايكاتكم، وكمان ما تحرمش منكم أبدا يا أحلى عيلة وأحسن متابعين وأحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى جايبة لكم وصفة حلوة وجديدة وسريعة وسهلة جدا والولاد بيعشقوها. عندك بيضاية واحدة بس، تعالي يا ست الكل أقولك هنعملها ازاي. هنسمي الله ونقشر بقى البطاطساية بتاعتنا. عندك بقى بطاطساية اتنين تلاتة، الحجم اللي يريحك، بس طبعا كل ما كانت حجمها كبير شوية كل ما هتبقى الوصفة بتاعتنا هايلة. هنقشر البطاطس ونقطعها ترانشات بالحجم اللي انت شايفاه ده. بصوا انا مش عاملاها سميكة قوي عشان تستوي معانا كويس، لانها طبعا نية مش مسلوقة. عشان تستوي معاكي كويس نعملها شرايح رفيعة شوية، مش هتبقى لدرجة ان هي تبقى شيبس. مش عايزين، لا، الوصفة بتاعتنا النهاردة مش شيبسي خالص. هنقطعها ترانشات، يعني سمكها تقريبا نص ملي، نص سنتي، اسفة، نص سنتي، عشان تبقى طعمها حلو جدا. والوصفة بتاعتنا النهاردة الولاد بجد بيحبوها قوي. هنحطها في شوية مية سخنة ونسيبها لحد ما نجهز الخلطة بتاعتنا. الخلطة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ انا عندي تقريبا نص كوباية لبن. تقدري نقدر نحول الوصفة بتاعتنا ديت لوصفة صيامي خالص من غير لبن. هنحط شوية مية، يعني ممكن نص كوباية مية أو كوباية مية على حسب كمية البطاطس اللي انتي هتعمليها. يعني لو هتعملي بطاطساية واحدة خليها نص كوباية مية أو نص كوباية لبن عليهم 3 4 معالق دقيق. أنا دلوقتي هوريكي إن أنا كنت حاطة دقيق في اللبن أول ما شفتوا الفيديو، وبعدين زودت قدامكم عشان اوريكي ان انت تقدري تحطي الدقيق واحده بواحده لحد لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هنحط بقى كده اللبن عليه الدقيق، وهنحط عليه كمان، بصوا انا زودت اهو الدقيق تاني عشان اوريكم ان انا بوصل بالقوام لواحده واحده، يعني مش بحط الدقيق وبعدين ازود فوقيه الميه او اللبن فلاقيه القوام بتاعه بقى مش مظبوط. هقلب بقى اللبن مع او الميه مع الدقيق كويس، لان انا عايزاه يعمل عجين كده. شفتوا كده سمك الكيك؟ انا عايزاه يبقى سمك الكيك او يعني اسمك شويه كمان. او بصوا السمك كده جميل قوي. هنبتدي بقى نتبل الدقيق بتاعنا ده. طبعا التوابل كلنا يعني ما بنتفقش فيها تقريبا، لان كل واحد بيحب التوابل دي على حسب ذوقه. يعني في ناس بتحب التوابل خفيفة، في ناس بتحب التوابل كتير، في ناس ما بتحبش حاجات معينة في التوابل. فالتتبيلة دي بتاعتك انتي بقى. انا عن نفسي بحب احط في الخلطة بتاعتي دي توابل فراخ او توابل لحمة زي ما تحبي، بس انا بحبها بتوابل الفراخ اكتر لان بتبقى طعمها بجد يعني حلوة قوي. هتشوفوا في الاخر النتيجة بجد هتبهركم. حطينا توابل فراخ او 7 بهارات زي ما تحبي، رشة قرفة. طبعا كل متابعيني دلوقتي عارفين ان انا من مدمنين القرفة، بحطها في اي وصفة. وهنحط كمان شوية زعتر وشوية فلفل اسود، وهنظبط الملح بتاعنا زي ما احنا عايزين برضو حسب الرغبة. عندي بقى حاجة كده ممكن نستغنى عنها وممكن نحطها، اللي هي ايه؟ اللي هي البودر اللي بطعم الجبنة. بودر طعم الجبنة اللي هو بنحطه على الفشار لما بنيجي نعمل فشار بالجبنة بنحط البودر ده. تقدري تحطيها وتقدري تستغني عنها، بتدي تست حلو قوي وبتدي كمان لون مصفر كده وجميل، وريحة كمان حلوة قوي. عايزة برضو ما عندكيش او مش عايزة تحطيها ممكن نستغنى عنها مفيش اي مشكلة، مش هتأثر في الوصفة بتاعتنا خالص. وزي ما قلت لكم الوصفة بتاعتنا النهاردة تنفع صيامي لإخواننا المسيحيين، وحلوة قوي ولذيذة وبتتعمل بقى بجد. يعني بص جنب أي أكل ممكن نعملها ابيتايزر كده جنب الأكل، يعني زي مقبلات. ممكن تبقى جنب شوية مكرونة، آه، مكرونة بيضة أو مكرونة بصلصة. ممكن تنفع سندوتشات، ممكن الولاد ياكلوها كده وهم قاعدين بيتسلوا كده مثلا ما بين الوجبات كده لو جاعوا. حلوة قوي 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 ومش هتكلفك اي حاجة، وسهلة وسريعة مش هتاخد دقايق. هنا بقى الخلطة بتاعتي الحلوة ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق ومعلقة نشا وكمان شوية بقسماط اللي هو السايب اللي عند العطار، وشوية كريسبي.
قلبت الخلطة دي كلها على بعض كده، وهي دي اللي هعمل بيها البطاطس بتاعتي النهاردة. هاخد البطاطساية، بصوا انا طلعت البطاطس من المية يعني ما صفيتهاش، لان في ناس بتقعد تقول ان البطاطس لو مبلولة مش هتشرب من التتبيلة اللي انت هتعمليها. لا، انا طلعتها اهو من المية، حطيتها في التتبيلة وشربت التتبيلة وكانت زي الفل، وطعمها 10/10. نزلنا فيها بالعجينة اللي احنا عاملينها، وبعدين هطلعها من العجينة، هحطها في الخلطة بتاعة الكريسبي على البقسماط والدقيق والنشا اللي انا عاملاها دي. وطبعا في الخلطة دي برضو هنزود شوية ملح خفيف، بس مش هنزود كتير، لان البقسماط السايب اللي هو بتجيبيه من عند العطار ده بيبقى فيه ملح، فمش هنزود الملح قد كده. وعندنا بقى في نفس الوقت كده دلوقتي حطيت الطاسة على النار وفيها زيت. ايه، الزيت مش عالي قوي، يعني مش زي مثلا ما هنعمل الستريبس او الفراخ المقرمشة بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده على القناة. ومش مش كأننا مثلا هنحمر شوية بطاطس مثلا، لا يبقى عالي شوية. تمام، هنخلص بقى كل الكمية بتاعتنا دي، او على قد ما هتعمليه. يعني لو عاملة بطاطساية واحدة مش هتاخد منك وقت خالص، عاملة اكتر تقدري تتبليهم وتحطيهم في طبق كده، تطلعيهم من الخلطة بتاعت البقسماط دي في طبق كده على جنب، وعقبال ما الزيت بتاعك يسخن تروحي نازلة فيهم في الزيت. مش عايزة اقول لكم بجد الوصفة دي يا جماعة جربوها بجد. يعني انا بقيت مع الولاد في صفهم، في الاكلة دي بجد لذيذة وخفيفة كده، واللي هي ما يتشبعش منها وما تزهقيش منها خالص، يعني حاجة كده حلوة قوي. وادي بقى الطاسة بتاعتنا على النار اهي، بصوا حجم الزيت فيها قد ايه، يعني ولا عالي قوي حتى مش محصل نص الطاسة يعني بتاعتي، مش عالي قوي ومش قليل، عشان لو قليل هتلاقي البطاطس من جوه نفسها مش مستوية كويس، يعني هتبقى نص نية شوية كده. فاحنا عايزينها تبقى من جوه طرية مستوية كويس، ومن بره بقى القرمشة والطعم والريحة. مش عايزة اقول لكم حاجة كده خطيرة خطيرة. يعني انا بحاول بقى ايه ان احنا نهدي النار شوية عشان البطاطس بتاعتنا تبقى مستوية من جوه، ما تبقاش بقى الكريسبي بتاعنا ده ما بياخدش وقت في النار وتلاقيه لون. فعشان ما يبقاش من بره مستوي وان البطاطس من جوه نية فيبقى طعمها مش لذيذ، هنعمل ايه، هنوطي النار شوية، وبعدين نحط الطاسة بتاعتنا كلها نملاها، ونسيبها ايه على نار مش قوي، مش يعني مش هادية خالص، عشان ما ياخدش وقت معاكي كتير وتلاقي بقى ايه شربت زيت اكتر من اللزوم يعني. لا، على نار متوسطة كده هتلاقي السوا بتاعها بقى 10/10. وبصوا الشكل بقى من بره، يعني كأننا عاملين بانيه بالظبط، مش بطاطس. يعني لو حد كده بص كده على الفيديو من الآخر مش هيصدق ان دي بطاطس خالص. وعايزة اقول لكم بقى ان طعمها بجد حكاية. يعني بصوا البطاطس بقى من جوه مستوية كده، ومن بره الطبقة بتاعتها دي ما فصلتش عن البطاطس، وطعمها والتتبيلة بتاعتها تحفة. جنبها بقى شوية كاتشب كده معمولين بيتي، دي صلصة اللي انا كنت سبكتها معاكم في الفيديو اللي فات، واخدت منها معلقتين كده، وحطيت عليهم معلقتين سكر ومعلقة خل كبيرة، وقلبت كل الكلام ده، عمل لنا الكاتشب الحلو اللي لونه طالع كده قمر كده جنب البانيه بتاعنا بقى، بانيه البطاطس بتاعنا. وبجد مش عايزة اقول لكم جربوها ان شاء الله هتعجبكم. حطوا اللايك ما تنسوش، والسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو انزله جديد وتستفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.